السلام عليكم. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن ايه المشاكل اللي ممكن تواجهك اثناء السحب. اول مشكله هي الهيماتوما زي ما ظاهر قدامنا. الهيماتوما ده بيكون دم تحت الجلد، اما انك علشان قعدت تعمل بالسرنجه يمين وشمال، او انك ما ضغطتش بالقطنه على مكان الدم كويس، فده هيسبب هيماتوما، ودي اشكالها زي ما واضح في الصوره. الحل هو كمادات التلج، ده الحل يعني تطمن المريض وتجيب له كمادات تلج وتطمنه ان دي حاجه ما تخوفش يعني. تاني حاجه هي الفينتينج او الاغماء. الحل هنا انك هترجع دماغ المريض لورا، ولو عرفت ترفع رجليه، ودي بيصاب بيها مرضى الضغط والاعصاب والمرضى النفسيين ومرضى الانيميا. علشان كده بنقول يفضل قياس الضغط قبل السحب. تالت حاجة وهي نوبة الصرع. في اللحظة دي انت هتشيل السرنجة على طول وتضغط مكان الدم واحميه من اي حد حواليه، وما ينفعش تسحب الا بعد مرور 4 ساعات من النوبة، والحالة دي بتكون صعبة جدا يعني. بعد كده المشكلة رقم 4 هي النيرف دامج، انك قعدت تعمل بالسرنجة يمين وشمال، فهتلاقي المريض بينتفض وبيتألم جدا. ففي اللحظة دي هتشيل السرنجة حالا وتضغط مكانها. الحالة اللي بعد كده ان المريض يرجع وانت بتسحب له، هتشيل برضو السرنجة بسرعة وتضغط مكانها وتتأكد من وضع راسه، علشان الترجيع ده ممكن يعني يسد مجرى الهواء، فتبقى مشكلة اكبر. بعد كده المشكلة السادسة هي بعد كده الهيمو كونسنتريشن، ده انك سبت التورنيكيه اكتر من اللازم، فلازم تفك التورنيكيه وتسيبه دقيقه او دقيقتين وبعد كده تكمل سحب. المشكله اللي بعد كده هي الهيمو ديوليشن، دي فيها اراء كتير. في بيقولك تتجنب الدراع اللي فيه محاليل، وفي بيقولك لا من تحت المحلول بشويه. الاحسن انك تتجنب الدراع اللي فيه محاليل تماما. المشكلة اللي بعد كده لو المريض سمين شوية هتسحب بالراحة، حتى لو الوريد رفيع جدا اسحب بالراحة خالص وهيجيب معاك دم عادي، بس اهم حاجة تسحب بالراحة. المشكلة اللي بعد كده هي الإديمة ده تورم ناتج عن تراكم السوائل اللي تحت الجلد. ابعد عن المنطقة دي احسن حل ليك، واسحب من الدراع التاني او اسحب من القدم. المشكله اللي بعد كده ودي اشهر حاجه هي الهيموليسيس، ان لون السيرم يبقى احمر جدا. دي ما لهاش حل غير انك تسحب تاني، او لو العينه جايه من بره المعمل تطلب عينه تانية. وده بيكون سببها ان حصل ميكس بعنف او العينه اتلوثت. المشكله اللي بعد كده ان المريض يقولك انا عندي حساسيه مثلا من التورنيكيه، من البلاستر، من اي حاجه. هتستبدل السبب يا اما تتجنب السبب خالص. المشكله بقى اللي بعد كده هي ازاله الثدي، يا اما هتسحب من الدراع التاني يا اما هتسحب من القدم، يا اما لو ما لقيتش اورده خالص هتسحب من نفس الدراع بس بعد التطهير الشديد. المشكله اللي بعد كده الناس اللي بيعملوا تاتو او وشم، بلاش تسحب من المنطقه دي خالص لانك مش هتلاقي اورده. يعني اسحب من الدراع التاني، اسحب من القدم، بس ابعد عن المنطقه دي تمام. المشكله اللي بعد كده هي البيرنز او الحروق. اياك تظهر اي رياكشن مهما كان المنظر قاسي، تعامل بلطف علشان نفسيه المريض، وعلشان انت ما ينفعش انك تقول له انت دراعك عامل كده ليه، او قول لي السبب، او تشمئز، ما ينفعش. المشكله الاخيره بقى هي الديرسي، لو كان مثلا عامل او هو اصلا مش بيغسل ايده، ما ينفعش تظهر اي رياكشن، ما ينفعش تقول له انت ايدك عامله كده ليه. ابعد عن المنطقه دي خالص. لكن لو ما فيش الا الدراع ده انك تسحب منه، طهره بشده واسحب عادي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون في استفادة، يكون سهل، التجديد اللي حصل ده يكون لطيف شوية. ولو حد استفاد بقى يعني يدعي لي، دي اهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.